أنا معلمة جديدة. عملنا السلسلة دي مع بعض واتكلمنا على لو المدرسة عايزة تشتغل أو عايزة تطور نفسها، أو واحدة عادية عايزة تستغل الأجازة وتشتغل مع أولادها وتأسسهم. ما تسيبيش ابنك للكرتون والتليفون أو حتى الشارع والنادي فترة الأجازة طويلة. حاولي تنمي مهاراته، حاولي تأسسيه كويس. لو لسه يخش المدرسة 9/25 إن شاء الله، أو في أولى أو في تانية أو في تالتة مراحل التأسيس الأولى ليه، بيبقى الذاكرة سمكية وبينسى كل التعب الكتير اللي تعبتيه مع طفلك. فالنهاردة هنتكلم عن الأم اللي عايزة تستغل الأجازة علشان تخلي ولادها يستفيدوا أو ما ينسوش اللي اتعلموه، أو يستفيدوا ويتأسسوا من جديد، أو المدرسة اللي عايزة تشتغل وتعمل دروس وتعمل شغل أونلاين أو في خلال المنطقة اللي حواليها، أو اللي هتنزل حضانة جديد وعايزة تشتغل وتثبت نفسها وتحب الولاد وتبقى موجودة في المكان بمستوى معين لأصحاب المكان وللإدارة اللي موجودة إن هي مدرسة متميزة جدا. كل ده هنشوفه في أنا معلمة جديدة أو كورس تأسيس المدرسين اللي احنا هنعمله مع بعض من جديد بتفاصيل مختلفة. طبعا احنا عارفين كلنا إن أول حاجة لازم نبتديها مع أطفالنا هو اختبار تحديد المستوى. أنا ابني اشتغل من فترة وقعد، أنا ابني كان بياخد دروس وكان تمام بس قعدنا عشان الصيف، أنا ابني طالع تالتة، أنا ابني رايح المدرسة أول مرة، أنا مدرسة ونازلة المكان وقدامي مجموعة أطفال ومش عايزة أشوف كل واحد فيهم إيه. يبقى اختبار تحديد المستوى أو التقييم هي الخطوة الأولى اللي بتاخد الجهة المشتركة لأي حد عايز يشتغل. حضرتك عايزة تشتغلي مع ابنك، اعملي له تقييم، شوفي نسي ايه وفاكر ايه. حضرتك مدرسة جديدة، اعملي تقييم للطفل اللي جايلك عشان تشوفي واصل لحد فين. حضرتك نزلتي مكان وعايزة تبتدي تمسكي مجموعة الأطفال اللي موجودة في المكان ده، اعملي لهم تقييم عشان تعرفي هتبتدي منين. يبقى التقييم هي الجهة المشتركة بين أي حد بيتكلم عن فكرة التأسيس بشكل عام كأم أو مدرسة. طب يا فندم التقييم ده اسطمبة ثابتة اجيبه كده من اونلاين ولا من خلال حضرتك واطبقه؟ لا طبعا، التقييم بيختلف حسب كل طفل. بس اول حاجة لما باجي اشتغل التقييم بعمل املا، وانا عارفة ان ابني كان واصل لحد المدود، فهعمل املا على فتح وكسر وضم، كلمات فتح وكسر وضم واسمه منساهوش، واشوف اخبار المدود ايه. انا عارفة ان الطفل ده كان واصل لحد الفتح بس، يبقى هملي الحروف، وهملي الحروف بحركة الفتح والحروف لوحدها، وهملي كلمات فتح واشوف اخبار الكلمات ايه، واقول له حروف الرفس هم ايه. طب قول لي كده الحروف اللثوية اكتبهم لي، طب اكتب لي اسمك. طب انا عارفة ان الطفل ده كان معدي واخد لام شمسية ولام قمرية واخد حاجات كتير، هملي جمل بس جمل بسيطة. يبقى اول سؤال في التقييم اللي هو الاملاء برضو بحدده حسب الطفل كان واقف لحد فين. طب انا هعرف منين؟ لو انا امه لازم اكون عارفه، لو انا مدرسته امه هتديني نبذه بسيطه عن المستوى اللي كان واصل له، لو انا مدرسته الاداره اللي في المكان بتقول لي واصل لحد كذا، او ببص في كشكول الطفل. طيب ده سؤال الاملاء. ايه تاني خطوه بعملها في التقييم بعد الاملاء؟ حسب المستوى اللي هي مجموعه اسئله. طيب هل الاسئله كلها متساويه؟ لا، انا لما مليت لقيت الامور واقفه وليكن مثلا لحد المدود تمام، يبقى جميع الاسئله هتتكلم شامله ايه؟ شامله فتح وكسر وضم. طب الاسئله بتاعت الفتح والكسر والضم نعمل لها فيديو لوحدها، ولو حضرتك عارفاها اللي هي التحليل، الدمج، اختر شكل الحرف المناسب، و اسئله كتير. اضبط الحرف حسب صوت الحرف المسموع، اكمل الحرف الناقص حسب صوت الحرف في كل كلمه. مجموعه تدريبات جميله جدا تخص حركات القصيره، فتح او كسر او ضم. ولو الاملا ديت الاساسيه هي اللي بتوجهني في مجموعه الاسئله اللي فيما بعد الاملاء في التقييم للطفل. لقيت ان الاملا تمام، يبقى هعمل اسئله على المستوى اللي كان كويس فيه في الاملا. الاملا واقعه هقل بالتدريبات للمستوى اقل اللي هو كان متوسط فيه او افضل فيه. والاسئله ما بتبقاش كتير، والنقط بتاعتها 3 نقط في كل سؤال وليكن، عشان احدد هبتدي منين. دي نبذه مختصره عن الكورس اللي هنشتغله مع بعض في الاجازه. انا معلمه جديده، كورس تأسيس المدرسين او الامهات او اي حد عايز يشتغل في مجال التأسيس
وعايز يثبت نفسه ويمشي خطوات صحيحة. واهم حاجة لازم نشوف مع بعض ترتيب منهج التأسيس. الفيديو موجود عندي مثبت على الصفحة، لأنه من أهم الحاجات اللي لازم الأم أو المدرسة تكون عارفاها هو ترتيب منهج التأسيس، درس إيه بعد إيه بعد إيه بعد إيه، عشان تقدر تشتغل صح.